مساء الخير. لو انا جاي المانيا وبدرس وما عجبنيش الوضع في الدراسه، ينفع احول فيزة الدراسه بتاعتي ديت، او ان انا احول الوضع ده او اروح اشتغل؟ للاسف المانيا ما فيهاش الكلام ده. المانيا عشان تشتغل حاجه لازم تكون دارسها، ولازم تكون واخد ترخيص مزاولة المهنة بتاعتك. تمام. الكاشير هنا في السوبر ماركت بيدرس وبيعمل اوس بيلدونج، الحلاق نفس الكلام بيدرس وبيعمل اوس بيلدونج، نفس الكلام الخياط، الترزي. اي حد هنا بيشتغل اي حاجة لازم يكون دارسها، لازم يكون دارسها ومعاه ترخيص مزاولة مهنة فيها. مواقف كتير زي ده بقول لك على حسب موقف مكتب الاجانب او حسب موظف مكتب الاجانب ممكن يغير لك الفيزا، ولكن تغيير الفيزا بعد انتهاء وضعك القانوني، مش وانت في اثناء دراستك ان انت تروح تقول لا انا مش هكمل دراسه خلاص شكرا انا هروح اشتغل. انت اصلا جاي دراسه بحساب بنكي مغلق. تمام. فعشان تكمل النقطه ديت، وعلشان ان انت تقدر تشتغل لازم تاخد شهادتك، لان انت لا معاك شهاده تشتغل بيها ولا معاك ترخيص مزاوله مهنه ان انت تشتغل بيه. ركز واعرف انت عاوز ايه وحدد هدفك. جاي دراسه يبقى جاي تدرس وتكمل دراستك وتكمل امورك على خير وخلاص. جاي تشتغل او جاي تعمل معادله، خلاص ايا يكن تمام مفيش مشكله. يبقى اعرف راسك من رجليك وحدد هدفك الاول، انت عايز ايه من السفر وعاوز ايه من المانيا بالذات، لان المانيا بلد مش عشوائيه، محدش بيعرف يغير وضعه فيها بسهوله. الوضع اللي انت جاي عليه بيبقى قانوني وورق. وهفضل اقول لك اولا واخيرا، موظف مكتب الاجانب ملوش علاقه خالص بحالتك الانسانيه، هو له علاقه بورقك والقانون بيقول ايه. بالتوفيق ان شاء الله. ولو لسه بتتفرج لحد النقطه دي في الفيديو فشكرا جدا ان انت كملت الفيديو للاخر.